السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسلامة، وعيد سعيد عليكم يا رب انتم وكل حبايبكم واسرتكم الكريمة. النهاردة يا حبايبي هنتكلم عن احسن شيء في الوجود واجمل شيء في الوجود، وهي الام. الام دي يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا حاجة كده جميلة جميلة قوي قوي قوي. بس احنا يعني ناس كتير قوي ما تعرفش قيمة الام. يعني دلوقتي يا جماعة احنا بنشوف حاجات ونماذج وحشة قوي قوي قوي. يعني واحدة رايحة تودي مامتها دار المسنين وهي بكامل الصحة، يعني بسم الله ما شاء الله البنت دي بكامل صحتها، واخدة امها عندها اكتر من 80 سنة ورايحة توديها دار مسنين. دار مسنين وانتي موجودة؟ لا كده كتير وعيب قوي. واللي انتي عملتيه ده في يوم من الايام بعد مرور السنين واليوم اللي ربنا ان شاء الله يبقى كاتبهولك، هتلاقي بنتك هتعمل فيكي نفس اللي حصل، وهتروح برضو وهتوديكي لدار المسنين، ان انتي ما قدرتيش تخدمي امك ولا تراعي امك رغم انها اتحملت المتاعب واصعب شيء في الوجود. ايام حملك لما كنت في بطنها وقعدتي 9 شهور في بطن امك شايله همك، حتى يعني انت جوه شايله همك وبره شايله همك. انت ما طلعتيش يا اللي رحتي وديتي امك، انت ما طلعتيش الدنيا دي لقيتي نفسك كبرتي كده وبقيتي يعني حاجه ما شاء الله يعني. لا بالعكس، انت مرمطتيها وبهدلتيها واتحملت فيكي يعني حاجات مفيش حد ابدا يقدر يتحملها. هي دي الام اللي ما يعرفش قيمه امه يبقى يلا خلاص بقى على الدنيا السلام بجد. الام دي سبب وجودك في الحياه، هي سبب وجودك في الحياه. الام دي اللي تعبت فيكي في تربيتك، في ولادتك، في رعايتك، في كل شيء يخصك لحد لما كبرتي واتجوزتي وبقيتي ام انت كمان. يعني انت ام وما عندكيش احساس بالامومه اصلا. ازاي يعني ازاي الواحد يعمل كده في امه؟ ازاي؟ ما ينفعش خالص، ما ينفعش. دي غير مقبوله ابدا، لا دنيا ولا دين ولا عند ربنا. سيدنا النبي وصانا على الام، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. ليه قال الام 3 مرات؟ يعني عشان عانت كتير في حياتها. الام اللي بتبقى لما بتحس انها سخن شويه هتتجنن عليه، هتتجنن وتقوم تجري تروح تصحي الاب، تعالى روح معايا للدكتور، لا روح انتي، خدي واحده من الجيران وروحي انتي يلا، ولا شيل انتي، على انا ما بحبش اروح عند دكاتره. كل الابهات ما بتحبش تروح عند الدكاتره. الام هي اللي شايله الهم. يعني الواحد من دول لما يكبر كده ورجليه تشيله، اذا كان ولد او بنت، رجليه تشيله او رجليها تشيلها ويحس ان هو خلاص بقى كبر، يعني لا، مهما تكبر دي بالذات ما تكبرش عليها. دي باب من باب الجنة. الأم دي باب من باب الجنة، اللي مهما عملت في حياتك من حسنات وخير وتصدقت وعملت عمرة ورحت حجيت وعملت كل اللي نفسك فيه في الدنيا، هتيجي قدام ربنا بقى ماشي انت عملت كل الحلو ده، استنى بقى لما نشوف أمك. انت راضي أمك وأمك مرضية وراضية عنك، ولا انت كنت عامل فيها ايه في الدنيا بعد كل ده؟ لو الام قالت ان انا مش راضيه عن ابني ولا عمل فيا وعمل فيا، اصلا مفيش حد هيكذب قدام ربنا. انتوا في الدنيا بتكذبوا كلكم على بعض والناس كلها بتكذب على بعض. تيجي بقى قدام يعني ربنا سبحانه وتعالى مفيش الكلام ده، مفيش، لان كل حاجه بتبقى مكتوبه في اللوح المحفوظ. كل حاجه، بص كل حاجه حسنات وسيئات، مش هنكذب على ربنا. هتقول عمل وما كانش بر بيا وكان بيشتمني وكان بيأذيني وكان بيحرمني وما كانش بيطعمني وما كانش بر بيا. هي مجرد ما تقول شكوى واحدة بس لربنا سبحانه وتعالى او قلبها مش راضي،
خلاص انت رحت بالسلامة. استفدت ايه؟ ايه اللي انت استفدته؟ ازاي قلبكم يجيبكم تزعلوا امكم؟ ازاي تناموا على مخدتكم وامكم زعلانه وقلبها شايل؟ ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اتقي غيظ القلوب ولو قلب دبه، مش قلب امك، دبه. تخيل قلب الام بقى. كل واحد فاكر نفسه ان هو كبر وبقى راجل، وان خلاص بقى انا بقيت مسؤول بقى وعن واحده وعن عيال ومعرفش ايه. مهما تكبر انت عند امك طفل لسه، مهما تكبر وتخلف وتتجوز وتخلف وشعرك ده يشيب كده، لسه انت في قلب امك طفل، وفي نظر امك طفل صغير. ما هي مش هتمسك قلبها، معلش يعني الام مش هتمسك قلبها تقول له لا ما تخافش على ابني، لا بتخاف. كلت شربت انت متغطي، انت تعبان، انت كويس، انت معرفش ايه. هي دي الام، قلبها يعني ملوش وجود، ملوش مثيل. احنا بدل ما نبقى تحت رجلين امهاتنا، تحت رجليها، نقوم نعملها المعامله الوحشه. وممكن واحد عشان خاطر مراته يزعل امه، ممكن كل شيء. بصوا في الدنيا دي ما تستبعدوش اي حاجه عشان يرضي مراته يزعل امه. طب ما هي امك هي اللي دخلك الجنه مش مراتك على فكره يعني. طب وانت ليه زي واحد عامل اكل وعامل محشي وعامل معرفش ايه وامه جايه تزوره، تقوم مراته تشيل الاكل من قدام جوزها وتخبيه عشان خاطر امه ما تشوفش المحشي والفراخ والملوخيه والحاجات الحلوه دي عشان تاكل. طب انت ازاي تسمح لها بحاجه زي كده؟ ازاي؟ بجد انا مش قادره اتخيل ولا اتصور ان واحد ممكن يسمح لمراته او لاي حد او البنت تسمح لنفسها انها تعمل كده في امها. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ باب من ابواب الجنه هي الام. رضا الام ده كنز. دعوه الام دي مفيش بينها وبين ربنا حجاب، بتطلع كده من قلبها للسما على طول لانها ام. ليه انت تغضب امك، ولا انت تعصي ربنا في امك، ولا انت تعصي ربنا في امك وتروحي تودي امك دار مسنين، والتاني اللي يضربها ويشتمها ويقول لها الفاظ وحشه جدا ويضرب امه؟ امك تضربها؟ يعني قلبك جابك تمد ايدك على امك؟ ازاي طيب؟ وانتي يعني رحتي تودي امك دار مسنين وانتي قاعده؟ انا كنت اتمنى بس هو قضاء ربنا ان امي تفضل عايشه معايا العمر كله وابقى تحت رجليها. انا كنت بفضل الله وبرضاها عليا كنت لغايه اخر لحظه تحت رجل امي. والله العظيم ما كنت افطر الا لما اكل امي، ولا يهنالي زاد ولا لقمه تتحط في بقي الا ما افطر امي. ويعني في نهايه كلامي بقول لكم يعني خلي بالكم منكم، مش هقدر اقول لكم غير كده. وكل سنه وانتم طيبين وبخير، واشوفكم على خير. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه على دماغي من فوق. واشوفكم على خير يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.